ورجعنا لكم مرة تانية ونشوف بقى حل الاكسرسايز اللي على الكلمات، ونشوف مين اللي كان مصحصح في قراءة الكلمات. يلا معانا يوسف، يلا يا يوسف. نمبر 1 كانالز، اقرأ يلا. Tunnels were built to control water. جميل جدا. الكانالز يعني القنوات تم بناؤها. وير بيلت، ايه ده؟ دي وير وبعدها تصريف ثالث، مبني للمجهول. لما نبني للمجهول لازم نبدأ بالمفعول اللي هو كانالز، بعد الفيرب 3 على طول اللي هو built، وقبل الفيرب 3 حاجة من فيرب to be اللي هو were. تمام. يعني القنوات تم بناؤها to control، علشان نتحكم في الووتر، في المية. يبقى control يعني يتحكم. طبعا ما شرحت لكمش المبني للمجهول لان هو مش مطلوب منكم. تمام. بس انا عايزاكم بس تلاحظوا حاجة، ان مس سماح كانت قالت معلومة ان was او were او am او is او are، لو هيجي وراهم فيرب لازم يجي وراهم فيرب بلس اي ان جي. طب الفيرب اللي موجود عندنا ده بقى مش اي ان جي، ده built، تصريف ثالث. بنى، مبني اهو، ماضي اهو. ماضي. يعني ايه ماضي يا مس؟ يعني ده التصريف الثالث للفعل. تمام، ده البي بي. يبقى انت كده تقصدي يا مس ان was وwere وام واز وار لما هيجوا في المنهج بتوعنا لازم يكون فيهم اي ان جي في الاخر. تمام. يعني علشان اقول القنوات بتبني فكنت هقول we're building. طب هي القنوات بتبني؟ هي القنوات بتعرف تبني يا اولاد؟ لا. القنوات لا يا بتتبنى. القنوات بتتبنى لان في ناس هم اللي بنوها، فعشان كده استخدمت وير وتصريف ثالث للفعل. لما ان شاء الله هيجي عندكم الشرح بتاع المبني للمجهول هشرحه لكم بطريقه مميزه وممتعه باذن الله. يلا معايا بعد يوسف ونشوف بعد كده يوسف. يلا يا يوسف. بعد كده مي، قصدي يلا يا مي. The floods brought water and not soil to the land. الفيضان يا مي جاب الميه وجاب التربه ايه للارض. بسبب الفيضان التربه بقت ايه؟ بور ولا ريتش ولا مودرن ولا بروتكتد؟ rich soil. ريتش سويل، التربه بقت غنيه. يلا معايا احمد. نمبر 3 يا احمد. In the تمام. desert animals need water to ايه؟ survive. برافو. في الصحراء الحيوانات بتبقى محتاجه الميه علشان تفضل عايشه. survive، تبقى على قيد الحياه. يلا يا دانا. نمبر 4 يا دانا. ايوه. Nile's water became low because of ايه؟ المية بتاعت نهر النيل بقت منخفضة، يعني بقت قليلة بسبب ايه؟ اه. floods ولا droughts ولا الفلادز. rain ولا storms؟ الفلادز. يا شيخ المية هتبقى قليلة بسبب لا دي droughts، الجفاف. الجفاف هو اللي بيخلي المية قليلة. تمام. طيب يلا معايا بعد دانا ديما. نيو، يلا يا ديما. نيو ايه system to آم، help farmers use less water. نيو ايه؟ الأنظمة ايه الجديدة هي اللي خلت الفلاحين بيستخدموا مية أقل؟ يا ترى دي أنظمة ايه؟ أنظمة ديزرت ولا ترانسبورتيشن ولا إيريجيشن ولا كومبيتيشن؟ هم الفلاحين كده، آم، من خلال فهمك كده، هم الفلاحين بيستخدموا نظام ايه؟ نظام الصحراء ولا نظام النقل والمواصلات ولا نظام الري ولا نظام المسابقة؟ البي التالتة transportation. irrigation، نظام الري، ري الأراضي الزراعية. جميل جدا. يلا معايا بعد كده سلمى. المتاعب. يلا معانا بعد كده سلمى. السرعة. أنا وقت السرعة. تعالوا بينا نشوف مع سلمى بقى. هو الموضوع بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ الموضوع بتاعنا طقس في مصر في مصر. سلمى ولا فريم؟ سلمى اللي عليها الدور. يلا يا سلمى. هنتكلم عن الويذر in ancient Egypt، الطقس اللي موجود في مصر القديمة. يلا يا سلمى ابدأي اقرأي أنا ونشوف. قصدي ancient Egypt بصي يا had. سلمى ما اسمهاش انسنت. قلت لك السي اي هنا هتتنطق شا. ancient. ancient Egypt had ثواني بقى عشان بس اعرفكم النظام. سلمى هتقرأ، وبعد ما سلمى هتقرأ هنشوف يا ترى الكلمة اللي انا هلونها مين اللي هيجاوبها اسرع في الترجمة، سلمى ولا باقي الجروب؟ يلا بينا اقرأ يا سلمى. ancient
Egypt أسرع شوية. Egypt had weather that made farming possible even in the desert. The That's Nile enough. River That's enough. That's enough. That's enough. enough. That enough. Gave يا water and حبيبي rest. So يا سلمى سلمى، يا أنا بقول فتى لك تقولي بسرعة، أنا بقى بقرأ كده بسرعة. أنا فاهمة. أنا لما جت النقطة هنا أنا قلت لك that's enough يعني كفاية لغاية هنا، نترجم الأول الجملة دي. أنت بقى قلت ورايا ماشي. that's enough. ما هي كلمة that's enough يعني كفاية، يعني stop talking، يعني بطلي بقى كفاية كده. تمام. يلا بينا نترجم بقى ونشوف سلمى ولا باقي الجملة. بسرعة. ancient Egypt يعني إيه؟ مصر القديمة. تسلمي يا مصر سلمى. القديمة. تسلمي يا سلمى. في مصر القديمة الويذر يعني ايه ويذر؟ طقس. طقس. ممتازة يا سلمى. طقس. الطقس خلى الفارمينج يعني ايه فارمينج؟ زراعة. زراعة. ممتازة يا سلمى. الزراعة. خلى الزراعة possible يعني ايه possible؟ الصحراء. الصحراء. لا possible يعني ممكنة. ممكنة. الفريق بتاع سلمى هو اللي أحسن. ممكنة. even in the desert. even يعني ايه؟ نهر النيل. حتى في الصحراء. يلا كملي يا سلمى قراءة. يلا. the Nile The Nile, the Nile River gave water and rest. rich. السي اتش بتتنطق Rich فيها برضه. soil. soil. Soil helped crops grow. بس نقطة. كفايه. اه كفايه. تمام. ذا نايل ريفر يا ولاد نهر النيل خلى الووتر، اعطانا الووتر الميه، ومش الميه بس ده كمان ادالنا الريتش سويل. يعني ايه ريتش التربة سويل؟ الخصبة. التربة الخصبة. برافو عليكي، او التربه الغنيه. ممتازه. غني. التربه دي بقى والميه دي ساعدت في ان الكروبس. يعني ايه كروبس؟ المحاصيل. المحاصيل. يعني ايه جرو؟ زرع تنمو. ببعض. تكبر. برافو. تنمو وتكبر. يلا كملي يا سلمى اخر جمله معاكي. but sometimes. But 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 sometimes the weather also brought problems like like floods, droughts and floods sandstorms. and sand. بيقول لك مع الرغم من كده بقى، اي نعم كده نهر النيل كويس، ادالنا الميه وادالنا الريتش سويل، ولكن كلمه بط يعني ولكن احيانا الويذر ده هو كبيرة. الطقس ده جاب لنا بروت يعني احضر لنا فضيانات. problems. ثواني يا كتكوته ثواني. بروبلمز يعني مشاكل. يا زي ايه المشاكل دي بقى؟ floods يعني ايه؟ فضيانات وجفاف. فيضانات. droughts جفافات. and والعواصف sandstorms الرملية. برافو. وهنتكلم عن كل مشكلة بالتفصيل. يلا بينا نشوف دلوقتي معانا سمية. ثواني. مش ثواني، مين اللي كسب؟ لا ده سلمى كانت فازت بكذا نقطة. سلمى كان صوتها مش مدمر المية. امال انا لسه ما قرأتش لسه. والله يا حبايب قلبي انا ما بحبش الكلمة دي. عارفين ليه؟ لان انتوا لو انا عملت لكم فتحت لكم الكاميرا انتوا هتشوفوني ماسكة الموبايل وجايبة القائمة بتاعت الاسماء بتاعكم، الليستة بتاع الاسماء، وماشية بالترتيب والله. فانا صدقوني عمري ما هظلم حد عن حد. تمام. فبعد اذنكم بلاش الكلمه بتاعت انا ما قراتش. انا دوري هيجي امتى؟ انا ماشيه بالترتيب. انت لو انت فاتح الواتس هتلاقي ان انا ماشيه بالترتيب. بعد سلمى سميه. يلا يا سميه. هنتكلم بقى يا سميه عن الفلادز، الفيضانات. يلا بينا نشوف سميه. يا ترى سميه اللي هتكسب ولا فريقها؟ يلا يا سميه اقراي، ولكن بسرعه اقراي الباسج كله على بعضه يعني لغايه الاخر. The Nile River flooded. flooded every year. The water brood. brought الجي والاتش rice سايلنت. soil rich soil. ها rich soil to the land, ها which helped crops grow. جميل. But sometimes the floods. floods were too strong and damage farmers. damaged. damaged farms. to stop this. Damaged farm. To stop this, the ancient Egyptians Baltic built مش built Baltica tunnels Baltic canals and canals and basins basins to control المية Hello? بتاعك. كملي. to control
to control the water and spread it over it their fields. جميل جدا، over شطورين خالص. يلا بينا نترجم. بيقول لكم نهر النيل flooded، يعني ايه flooded؟ بيفيض، ده الفعل، بيفيض every year، كل يوم، كل سنة، سنوية. كل سنة. the water، المية بقى بتاعت نهر النيل بروت، يعني ايه بروت؟ والتربة الخصبة بروت يعني ايه؟ جافة. لا، بروت احضرت، احضرت المية بقى، احضرت وادتنا الريتش سويل. يعني ايه ريتش سويل؟ التربة الخصبة، ادتنا تربة غنية للأرض. which helped crops، اللي ساعدت ان الكروبس جرو. يعني ايه كروبس جرو؟ but sometimes، ولكن احيانا الفيضانات دي كانت بتبقى سترونج قوي. يعني ايه سترونج؟ لا غلط، قوية. برافو يا ديما انت ودانا، قوية. and damaged farms، يعني ايه damaged farms؟ برافو، بتدمر المزارع، كانت بتدمر المزارع. طب تو ستوب ذس، علشان نبطل بقى ونوقف وننهي الخطورة بتاعت الفيضانات دي، نعمل ايه؟ قال لك ان الانشنت ايجيبشنز، مين هم الانشنت؟ المصريين القدماء بنوا بقى ايه؟ كانالز. يعني ايه كانالز؟ قنوات مائية، وكمان بيسز، وكمان احواض. طب بنوا الحاجات دي ليه؟ قال لك علشان كنترول ذا ووتر، يعني ايه؟ يتحكموا في الميه. وكمان سبريد يعني ايه؟ على الحقول over the fields، على الحقول من فوق كده بشكل كويس. تمام، تعالوا بينا نشوف. يلا يا شطار، معانا بعد سمية حمزة. يلا يا حمزة. هنتكلم عن تاني مشكلة كانت بتواجه المصريين القدماء، وهي الدراوتس، الجفافات. يلا يا حمزة ابدأ قراءة. دراوتس. droughts happened when happened there was when there was hot and enough in rain. الجي اتش هنا تتنطق enough فات. rain. The Nile water water became water low became low. and the land The land became dry. became dry. Crops could not، could not ال هنا ما اتنطقتش، could على طول، could not grow. grow to solve solve this، this the السي اي هتتنطق شا. the ancient Egyptians ancient Egyptian made irrigation systems irrigation systems systems to bring water drying water to their fields. fields. يلا بينا نترجم ونشوف يا ترى حمزة الأسرع ولا الجروب. يلا. droughts يعني ايه droughts؟ يلا يا شطار. droughts يعني ايه؟ الجفافات بتحصل لما بيبقى مفيش not enough rain. لما كان مفيش enough rain. يعني ايه enough rain؟ مفيش مطر كتير. جميل جدا. the Nile's water، المية بقى أصبحت low. يعني ايه low؟ يعني ما كنتش منخفضة. low يعني منخفضة، قليلة، المية كانت قليلة. وكمان الأرض بقت dry. يعني ايه dry؟ سامعيني كده يا شطار؟ سامعيني كده حبايبي؟ سامعيني؟ معلش الزوم كان خرجني. وكمان بقى لما المية بقت لو، بقت منخفضة، كمان يا شطار بقت الدنيا دراي. يعني ايه دراي؟ جافة. جميل جدا. وبعد كده ايه اللي حصل؟ فالكروبس، المحاصيل، جرو.
المحاصيل ما بقتش بتكبر، ما عادتش بتكبر. سلمى. طب to solve this، علشان نحل المشكلة دي، الانشنت ايجيبشنز، مين هم الانشنت ايجيبشنز؟ مصريون القدماء. المصريين القدماء. على فكرة صوت سلمى ظاهر بطريقة جميلة جدا. المصريين القدماء عملوا بقى irrigation systems. يعني ايه irrigation system؟ أنظمة. ري. عملوا نظام للري. علشان يعمل ايه النظام الري ده؟ علشان يبقى فيه ميه تو دير فليدز، عشان يجيب لهم الميه لايه؟ للحقول. لحقولهم. تعالوا بينا نشوف مع يوسف يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده في المشكله الثالثه. المشكله الثالثه يا يوسف اللي قابلت المصريين القدماء كانت الساند ستورمز، العواصف الرمليه. يلا اقرا يا يوسف النص ساند ستورم. لغايه هنا، الصفحه الثانيه. كماسين. بريوت سترونج بروت هوت. بروت، الجي هنا اليو والجي والاتش ما تنطقوش، بروت على طول. بروت سترونج hot winds with sand. It was hard to see and breathe. People uh, stayed inside to stay safe. They built their homes with thick mud bricks بريكس. to protect to protect themselves themselves from the wind and sand. كمل بعد كده. the The ancient ant- Egyptians. the ancient Egyptians don't have modern machines, but they found smart ways to survive. They worked hard, used simple tools, and protected uh, themselves themselves from hate. heat, sand, and floods. طيب يلا بينا نشوف كده. بيقول لك الساند ستورمز، يعني ايه ساند ستورمز؟ العواصف الرملية. العواصف الرملية. العواصف الرملية. يعني ايه كمسان؟ خمسين. الرياح الخمسين. خمسين. جابت لنا بقى ايه ديت؟ جابت لنا سترونج هوت ويند، رياح رياح قوية. شديدة. هي رياح بس؟ قال لك لا، ده كان فيها كمان ساند، بتبقى مشبهة قوية. بالرمل. تمام. it was hard. طب انا هترجم انا بسرعة يا ولاد، معلش علشان بس وقت السيشن بتاعنا. it was hard، كان من الصعب ان احنا سي وبريث كمان، ان احنا نشوف او نشم نتنفس من خلال الرياح دي. فالناس علشان يفضلوا في امان كانوا يفضلوا inside، يفضلوا قاعدين في بيوتهم علشان stay safe، يفضلوا بامان. وكمان الناس built their homes، كانوا بيبنوا البيوت بتاعهم بالطوب اللبن التخين. تمام. علشان ايه؟ قالك علشان يحموا نفسهم من الرياح ومن الرمال. تمام كده. ده مش بس كده، ده الانشنت ايجيبشنز المصريين القدماء ما كانوش عندهم آلات حديثة، ما كانش عندهم آلات حديثة. طيب امال ايه اللي حصل؟ ولكن هم لقوا طرق ذكية علشان تخليهم عايشين كده سيرفايف. طب ايه هي دي؟ ايه هي الطرق الحديثة ديت؟ ولا ايه السبل اللي عملوها؟ قال لك they worked hard، فضلوا مشغلين بجد، used simple tools، واستخدموا من الأدوات البسيطة، and protected themselves، وحموا نفسهم من الهيت، من الحرارة والساند والرمل and floods والفيضانات. يلا بينا نشوف بعد كده. معانا مي. يلا يا مي، السؤال الأول ونشوف مي يا ترى كانت مركزة ولا لا. يلا يا مي. The underlined word dry is the opposite of A. كلمة dry يا مي عكسها ايه؟ opposite يعني عكس. عكس dry ايه؟ wet. dry يعني جاف، عكسها كلمة wet. كملي يا مي لأن ده كان محلول. The underlined word strong is the opposite of A. كلمة strong عكسها ايه؟ strong يعني قوي، عكسها كلمة weak ضعيف. تمام. يبقى strong عكسها كلمة ضعيف. يلا معانا بعد كده أحمد. تعالوا بينا نشوف مع أحمد بقى how to keep safe in a heat wave. ازاي انت يا أحمد تبقى بأمان في الموجة الحارة؟ ده اللي هنعرفه مع أحمد. يلا يا أحمد، الواد ده بيقول ازاي نبقى بأمان. اقرأ كده. When there a heat wave, I have cool drinks. What do you do? بيقول لك انا عندي طريقه. ثواني يا احمد.
بيقول لك when there is a heat wave. طبعا الجمل دي ممكن تتحفظ. بيقول لك لما يكون في heat wave، موجة حارة، انا I have cold drinks، بشرب مشروبات باردة، عصائر يعني. تمام. what do you do؟ انت بتعمل ايه؟ تعالوا نشوف دانا بقى بتعمل ايه. يبقى اول حاجة ان احنا have cold drinks، يعني نشرب مشروبات باردة. يلا يا دانا، انت بتعملي ايه؟ I stay in the shade and وير wear هات. hat. دانا وهي ماشيه في الطريق لقت الدنيا حر، فبتقول لك ايه؟ اي ستاي ان ذا شيد، بفضل واقفه في الظل. تمام. ومش بس كده، ده انا المفروض ماما بتخليني ابقى لابسه طاقيه عشان تحميني. تمام. يبقى اي ستاي ان ذا شيد اند وير هات. طيب يلا بينا نشوف ديما. طب يلا يا ديما، ايه كمان؟ ايه كمان بيخليكي تعمليه علشان لما بيبقى فيه هيت ويف؟ I splash water on my face to cool down. برش وشي بالميه علشان اخفف من حراره الجو على وشي، واحس ان انا نفسي كده منتعشه، يعني بغسل وشي، يعني splash water on my face to cool down. تمام. تعالوا بينا نشوف يا شطار، هنقدر نخلص زمن الماضي البسيط اللي احنا اساسا عارفينه اصلا؟ تعالوا بينا نشوف كده. زي ما احنا عارفين يا شطار، ممنوع الكلام خالص. زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل بيتكلم عن حاجة حصلت خلاص وكمان انتهت، finished actions. طيب ازاي يا مس الماضي البسيط ده بيتكون من ايه؟ قالك بيتكون من التصريف الثاني للفعل باضافة دي او اي دي او اي اي دي. ايه ده؟ هو ده اللي احنا اساسا كل سنة كل حصة بنقوله؟ ايوه. طب ثواني يا مس، هو انا امتى بضيف دي؟ بص يا شطورة، المس بتقول ان بنضيف دي لما الفعل بيكون في اخره ايه؟ كلمة تشينج يعني يغير، في آخرها إيه؟ فضيف لها دي بس. طيب ماشي يا مس، سهلة دي، أنت بتقولها لنا كل مرة. طب إمتى بضيف أي إي دي؟ برضو المس بتقولها لنا لما بيكون الفعل في آخره واي، وقبل الواي حرف ساكن زي كلمة كراي آخرها واي، وقبل الواي حرف ساكن اللي هو الآر. هنعمل إيه في الواي؟ نحولها لأي إي دي. طب يا مس ما عنديش واي ولا عندي إيه؟ خلاص يبقى ضيفي إي دي وأنت مغمضة عينك، زي واتش واتش. تمام كده يا شطار؟ تعالوا بينا نشوف المثال. In ancient Egypt، في مصر القديمة، the Nile River، نهر النيل flooded، كان بيفيض every year. فأنا عندي الفعل الأساسي كان كلمة flood، يفيض يعني flood، بس احنا بنتكلم في الماضي يبقى كان بيفيض flooded. تمام كده؟ طب ايه اللي عرفني ان هي الجملة في الماضي؟ ما هو كلمة قديمة اهي او ماضي اهي، ancient اهي. تمام. طيب يا مس ثواني، انت كده بتتكلمي عن الماضي البسيط في الافعال المنتظمه. طب في حاجه اسمها افعال غير المنتظمه اللي هي الirregular، عادي المس برضو عرفها لنا، اللي هو الشكل بيتغير او بيفضل زي ما هو. طب نعرفه ازاي؟ قال لك احفظيه زي ما هو كده. يشرب drink الماضي بتاعنا drank، am وis الماضي was، are الماضي were، has وhave الماضي had، see الماضي saw، buy الماضي bought، go الماضي went، take الماضي took. تمام يا مس. طب في حاجه يا مس بقى بتعرفني ان احنا في زمن الماضي، في كلمات يعني تعرفني ان انا بقيت في زمن الماضي؟ ايوه طبعا في. هتلاقي في الجمله كلمه last year السنه اللي فاتت، last month الشهر اللي فات، last week الاسبوع اللي فات، last Tuesday التلات اللي فات. بس يا مس كلمه last بس؟ لا في كمان in the past في الماضي كلمه ago منذ، كلمه yesterday امبارح او امس، كلمه ان في زائد اي سنه فاتت قبل كده، ان 2005 في سنه 2005. طب تمام يا مس، انا كل ده احنا عارفينه. طب النفي يا مس، انا عايزه احط النيجاتيف، انفي بمين؟ قال لك فاكره يا مس ان انت لما كنت بتنفي في المضارع كنت بتنفي بدونت ودازنت؟ قلت لها فاكره. طيب في الماضي بقى يا مس هتنفي بديدنت. طيب ماشي، طب ما هي سهله اهي، يبقى داز ودونت في المضارع وديدنت في الماضي. طب ثواني يا مس، طب يا ترى ديدنت هيجي بعدها ايه؟ هقول لك هي مش داز ودو وديدنت اخوات، التلاته اخوات؟ قلت لي اخوات. قلت لها يبقى خليهم هم كمان يجي وراها مصدر. انت قصدك تقولي ان دونت ودازنت وديدنت يجي بعدهم مصدر؟ بالظبط كده، يبقى دونت ودازنت وديدنت بيجي بعدهم التلاته مصدر. طب يا مس ثواني، بس انت بتقولي ان دونت ودازنت مضارع، didn't ماضي. تعالوا بينا نشوف اللي بعد كده. the ancient Egyptians المصريين القدماء didn't have ما كانش عندهم. didn't have ادي didn't هي في الماضي، جبنا بعدها الفعل في المصدر اللي هو have. تمام. طيب ماشي يا مس. طب صيغة الاستفهام اعمل ازاي السؤال؟ قال لك بصي يا بنتي، مش انت كنت بتسألي في المضارع بدو وداز؟ طب المرة دي بقى هتسألي بديد، وديد هنا يا شطار زي ما انا عملت لكم في الاسئله بتاعت الواجب، ديد هنا هيبقى معناها هل،
وهيجي بعدها فاعل وبعد كده الفعل في المصدر، لان بنقول دو وداز وديد مصدر. طب يا مس طالما هي معناها هل، يبقى الاجابه هيبقى بايه؟ بيس او نو. طب تعالي بينا نشوف المثال. عايزه اسال واقول هل المدرس ادانا واجب النهارده يا ولاد؟ فكلمه هل يعني did، فهقول did the teacher give us homework last Monday؟ هل المدرس ادانا واجب يوم الاثنين اللي فات؟ لو كان ادانا هنقول yes she did. yes she did. طب لو ما اداناش no she didn't. طب عملتها ازاي يا مس؟ احنا عملنا yes وعملنا عملية الكروس. التيتشر ده اما يكون ولد او بنت فشي did yes she did او no she didn't. طب تمام يا مس. طب لو عايزه اسال السؤال بأداة استفهام زي بهي، هتدخلي دد من البرد يا شطورة وتحط أداة الاستفهام. يبقى أداة استفهام دد والفاعل والمصدر، لأن دد ودو وداز يجي بعدهم مصدر. بقول ماذا المصريين القدماء كانوا بيعملوا لما نهر النيل بيفيض؟ علشان أقولها هتبقى what did the ancient Egyptians do when the river flooded. طب علشان أجاوب هخبي على what did. تمام كده، هخبي على what did. طيب وهجاوب اقول ايه؟ هقوم قايله they هم او the ancient Egyptian عملوا ايه بقى؟ بنوا BUILT بنوا ايه؟ canals. صح كده يا ولاد؟ تو كنترول. basins. تمام كده يا شطار؟ في اي صعوبة لغاية دلوقتي؟ لا طب لا يا يا مس. اخر بارت معايا بسرعه كده علشان الاولاد عندهم سيشن يا مس بعدي. طيب الماضي البسيط بقى في الفيرب تو بي قال لك سهله خالص، اللي هم ووز ووير ونكمل. طب ووز بتيجي مع مين؟ مع اي وهي وشي وات واي اسم مفرد. امال وير بتيجي مع مين؟ مع وي ويو وذي واي اسم جمع. طب النفي يا مس هننفي بديدنت؟ هقول لك لا، هتنفي بوزنت بوزن. وورنت. يعني ووز ووير زي ما هم هتحطي في اخرهم نوت وخلاص. وطبعا wasn't اي وهي وشي وات واي اسم مفرد، weren't زي وي ويو وذي واي اسم جمع. بس كده. طب لو هسأل بهل يبقى السؤال هيبقى بوز ووير والفاعل ونكمل اهو were there sandstorms. طب ووير وواز هنا هيبقى معناهم ايه؟ برضو هيبقى معناهم هل. هيبقوا برضو معناهم ايه؟ هل. هل كان في ساند ستورم في الماضي؟ لو كان فيه هنقول yes there were. لو ما كانش فيه هنقول no there weren't. طب لو بنسأل بأداة استفهام هتبقى أداة الاستفهام ونكمل was و were وفاعل وباقي الجملة. where were you last night؟ انت كنت فين امبارح؟ هخبي بقى في الحالة دي على where بس واقول له انا كنت فين. اليو تتحول لاي واي ما بتاخدش where فاي بتاخد was. هقول I was in the club، انا كنت في النادي. وبس كده. الى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، ومن أول هنا الواجب بتاعنا. تمام؟ يا مس أنا ما لحقتش أشوف حاجة. يا ميس أنت كنت خرجتوا؟ البتاع خرجنا. البتاع خرجنا. مش أنا اللي خرجتكم، أنتوا اللي خرجتوا نفسكم. طيب وأنتوا من أول فين بقى؟ ولا نرجع ولا ترجعوا للفيديو علشان بس الناس اللي عندها درس؟ ماشي خلاص. أنا ما عنديش ده. لا في ولا سمية أنا. بيبقى عليها درس الساعة 12. ماشي. مش شرط يكون دلوقتي، هي اصلا اعتذرت. طيب تمام. طب نرجع تاني. هنرجع تاني بسرعة كده يا ولاد. كنتوا واقفين عند فين؟ عن الاستفهام ولا كان عند فيرب تو بي؟ عند اللي هو الجملة الخبرية المنفية. النفي. 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 انا بنفي يا شطار، بنفي بديدنت. بنفي بديدنت لما ميس باجي انا انفي. انا وقفت. بس ميس خلاص انا لما بقى. خرجت وقفت عند الخبرية. ما خلاص ازاي الخبريه دي ده احنا مخلصينها من بدري ان هو الفعل منتظم وغير منتظم. didn't في النفي، الجمله ميس المنفيه بنفي بديدنت، وديدنت يجي بعديها مصدر. تمام. بقول مثلا انا ذهبت الى المدرسه معناها I went. انا ذهبت. طب عايزه انفيها يبقى هقول I didn't go. انا ما ذهبتش. went في الماضي بنفيها ب didn't go. تمام كده. بس كده. تعالوا بينا نشوف اللي بعد كده. طب لما اجي اسال بقى بهل هقول له هل انت رحت المدرسه؟ فقال لك هتسالي ب did. هل اللي في الماضي اسمها did. did you go to school؟ هل انت رحت المدرسه؟ هل النتوء الحمراء بتكون بارزة عن الجلد؟
مثلا هل في واجب الحصة هل دي؟ في واجب النهارده؟ تمام. يبقى did you go to school؟ هل انت رحت المدرسة؟ لو كان راح هيقول yes وكومة صغيرة I go. ايوه yes I did I'm sorry yes I did. ايوه انا رحت. طب لو ما راحش هيقول no I I didn't. didn't. لا ما روحتش. تمام كده. ادي كده تمام. السؤال. طب لو بسأل بأداة استفهام هتبقى السؤال ازاي؟ مثلا بقول هنا انتوا كلتوا ايه امبارح؟ فهقول له what did you eat؟ انتوا اكلتوا ايه؟ علشان اجاوب هخبي على what did واليو تتحول لاي وايت هنحطها في الماضي فهتبقى ate. I ate fish. انا اكلت سمك. عملتيها ازاي يا مس؟ خبينا على what did اليو اتحولت لاي وايت في الماضي بتبقى ate. I ate وشفت انا اكلت ايه امبارح. تمام يا شطار؟ في حد عنده اي صعوبة لغاية تمام. دلوقتي؟ لا. طب فيرب تو بي في الماضي قال لك حاجة من اتنين، يا اما was يا اما were. طيب was بتيجي مع مين؟ مع I وهي وشي وات واي اسم مفرد. طب امال were؟ قال لك were بتيجي مع we ويو وذي واي اسم جمع. طيب يا مس يعني مثلا عايزه اقول انا كنت فرحانه امبارح او انا كنت متاخره امبارح I was happy. انا كنت سعيده. طب عايزين ننفيها انا ما كنتش سعيده يبقى هتبقى I wasn't. I wasn't. I wasn't happy. انا ما كنتش سعيده. تمام كده. ايه اللي حصل يا مس؟ ايه اللي حصل؟ هقول لك ايه اللي حصل دلوقتي ثواني. ايه اللي حصل هنا دلوقتي؟ لما كانت الجملة مثبتة قلتي was. لما جيتي تنفي استخدمتي not فقلتي I wasn't. يعني انت تقصدي ان النفي في الماضي بيبقى wasn't او weren't نحط not وخلاص. ايوه بس كده. ولو هتسألي بهل هتحطي was و were في الاول. يعني مثلا انا بقول لك انت كنت فرحانة امبارح هقول لك were you happy؟ هل انت كنت فرحانة امبارح؟ لو انت كنت ده بس ميس امبارح فين دي؟ ما هي كلمة yesterday بقى هنا اللي يعني بختصر في الكلام. تمام. were you happy yesterday؟ فانت هتقولي لو انت كنت فرحانة هتقولي لي yes I. وطبعا were I ما بتاخدش were بتاخد was. I was او no I wasn't. تمام كده يا شطار. يبقى عملتي ايه تمام. لما السؤال كان بوير؟ تمام. yes او no وبعد كده اليو اتحولت لاي وبعد كده نزلتي وير اتحولت لواز لان اي بتاخد واز وكذلك في اداه الاستفهام. تمام كده يا شطار. تماما. من, تمام. من اول هنا بقى الواجب بتاعنا. تمام. الصفحة اللي بعديها. هيبقى 3 صفحات الواجب. تمام. اوكي ميس يلا كتبنا عليها. باي. باي باي. Goodbye. باي باي باي.